صرخة امرأة مغربية تجاه نتائج امتحان المحاماة. توم بريس، سلام الله عليكم. في فيديو جديد تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لصرخة امرأة مغربية خرجت في احتجاجات ضد وزير العدل تطالبه بفتح تحقيق مع ابنه بعد قضية أشعلت جدلا في البلاد، بينما دافع المسؤول الحكومي عن النتائج ورفض تلك المطالب. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن نتائج الدخول إلى مهنة المحاماة أثارت غضبا واسعا ببلاد المغرب، وسط اتهامات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج، بينما دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن شفافية ومصداقية الامتحان. أظهرت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي تم الكشف عنها مؤخرا أن عدد من الناجحين يحملون ألقاب عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين، وذلك قضاة محامين، من بينها عائلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ومني تنشوفوا هاد النتائج ديال الكتابي، هادشي باين بان كاين الزبونيه، كاين الرشوه، كاين الفساد في هاد النتائج. ما يمكنش يكونوا 10 الكنيات العائليه متابعين ويقول لي، وباش يقول لي ما كاينش يا با دو ليان دو فامي، ما كاينش علاقه عائليه. ما يمكنش هادشي ماشي منطقي. من المنطق يكونوا علاقات عائليه، حيت حتى النمرات البطاقه الوطنيه متابعين، هادو خوت ولا ما عرفت شنو. انا تنطالب بامحاء هاد النتائج الامتحان، خاص امحاء نتائج الامتحان، وخاص اعاده النظر في النتائج، حيت خداو لنا حقنا وخداو لنا الاحلام ديالنا، خداو لنا الاحلام وخداو لنا خدمتنا خداوها لينا، وما احترمونيش كمواطنه مغربيه، ما احترمونيش. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.